عوف الأصيل. عوف الأصيل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. يا حلو ناديلي وشوف مناديلي، يا حلو ناديلي وشوف مناديلي، يا حلو ناديلي. أنا مخبيه ليلة الفرح أهديه، والسلب أنا مخبيه ليلة الفرح أهديه، واشعل أناديلي واشعل أناديلي، أحل والنبي تشوف لي طرحة دي عليا. ودي طرحة بتسر على حرير قلب، ودي طرحة بتسر على حرير قلب، فوق الجبين تسحر وتجنن الخطاب، انتو جاية فرحة للعز والفرحة، انتو جاية فرحة للعز والفرحة، وللمواويلي وللمواويلي أحن وناديلي. والحتة من جيب كام؟ من غير فلوس. يا ركبة تخسران بين الملاح صفين، يا ركبة تخسران بين الملاح صفين، عند الحرير ألوان تحضر في حسن العين، يرخص لك الغالي يم المقام عالي، يرخص لك الغالي يم المقام عالي، وراضي تقليلي انا راضي تقليلي، حلو ناديلي.
شعوف عنده حاجة وحشة؟ فين الحرير يا شعوف؟ والنبي يستاهل الخير، اسمه الأصيل وهو أصيل. عوف عوف، اتاريه واكل عقول الناس كلها. اما نشوف ايه حكايتك يا شعوف يا اصيل. السلام عليكم يا شعوف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا معلم. قهوة ولا شربات؟ لا كتر خيرك. الشربات اللي جنبنا عنده عنب معتبر. اللي يجي منك كله حلو. اسمع يا ابني، على ايه بس ملوش لازمة. هات لنا سطل عناب. شرفتنا يا معلم. الله يحفظك. والله يا شعوف انت اسر الجميع بذوقك وشهامتك. العفو يا معلم. انا اصلي شفت زحمة الصبحية شغلاك، قلت استنى لما السوق يروق عشان اكلمك كلمتين. يا اهلا وسهلا، خير ان شاء الله. بقى محسوبك سيد طبوش العكر، ابن المعلم طبوش العكر اللي كان فاتح مزبغة في ضرب الزنكلوني. ايوه عليك نور. طب ده احنا معرفة قديمة قوي يا اخي. ده والد الله يرحمه ما كانش يصبغ الحرير الا عندكم. امال قفلتوا المزبغة ليه؟ اصل بعد عنك طمع الدنيا يعمل اكتر من كده. بعد موت ابويا الشيطان دخل بين الاخوات وبعضها، قمنا قفلناها وكل واحد راح لحاله. لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضل يا عناب يا معلم سيد. الحمد لله. هنية. الله يهنيك. امال المعلم بيشتغل في ايه دلوقتي؟ والله عندي حتتين ملك قاعد عليهم. وهي الحمد لله مستورة. الحمد لله. لكن بقى الواحد كان قليل العقل في مسألة الجواز. كنت اتجوز كتير واطلق كتير. وبعد عنك الواحد يقول يا رب قرش يجيله كرش. اما بقى عندي من الاولاد 13. ربنا يخلي. يخلي على ايه؟ هو انا عارف اسد عليهم؟ ده انا شايف المر ومر المر. طيب يا اخي ما تفتح المسبغة تاني لوحدك، يمكن ربنا يفرجها عليك. يا ريت يا ريت الاقي اللي يسلفني واعمل له رهنية على البيتين. طب ما تفكر لنا في الحكاية دي يا شعوف. ده انت راجل صاحب انسانية وتحب تفرجها على المتضايق. والله يا معلم ما حب ما عليا ان الناس كلها تكون مبسوطة، لكن بقى ما يقدر على القدرة الا ربنا. على كل حال خلينا نفكر في الحكاية دي وربنا يسهل. يعني كمان جمعة بالكتير ان شاء الله. طيب يا سيدي كتر الف خيرك، وبرضه كان عشمنا فيك كده. الله، رايح على فين يا معلم؟ اقعد يا شيخ اقعد. طيب يا سيدي اقعد كده اما نتفرج على الجماعة العرب اللي جايين من هناك دول، تجار الجواهر والانتيكة. بيبقى معاهم حاجات لطيفة قوي، يمكن يفوتوا علينا ويفرجونا.
خرجنا الدرر وكنوز عالسرور من بطن الحجر من جوف السبور كدسنا السرر وعبود اليهود والظهر الجبال تعزقنا عدل صبرنا وقول يا قوم المهم من بعد الغرام يطيب الشديد ويدام الجبال ويدام الجبال تعال يا شيخ العرب، تعال ورينا معاك ايه. اي والله عندي لك عقد بالزبرجد الاخضر والياقوت الاحمر، شيء ما ورد لا قابله ولا بعده. وريني. هاي يا سيدي، هاي 70 حبة، انظر. سلام. هذا ياقوت تتري، وهذا زبرجد حضرمي. وده بتبيعه بكام يا شيخ العرب؟ 200 مدين. لا 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 لا، ده غالي قوي. ما يغلى عليك والله، لولاك ما نقول الا 300. يعني مش ممكن تخفض لنا حاجة؟ شوف يا خالد، نحن ما نريد الحضر خطافين ولا قناصين، ما نريد ربح الا على قدر المشقة. طيب هذا في ارضه ب180 عايز ايش ما نربح 20 بعد هالسفر والعفر. ايه رأيك يا معلم سيد؟ ما تاخذنيش، اصل انا في الحاجات دي ما فهمش قوي. وريني لما اشوفه كويس. يا سلام، ده حاجة عظيمة صحيح. 5 10 15 20 25 30 35 فص زبرجد و35 فص ياقوت. على بركة الله. خد عدة يا شيخ العرب. حلال عليك يا سيد، حلال عليك. مبروك يا سعوف. الله يبارك فيك. استأذن انا بقى. طيب يا سيدي شرف. على كل حال انا فاكر حكايتك، ولما تفوت عليا بعد 2 3 اكون دبرتها لك ان شاء الله. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا سعوف يا ابو الانسانية. العفو يا اصيل. مع السلامة. اسمع يا شيخ العرب. نعم يا سيد. انا كنت سامعكم انتوا جايين بتغنوا غنى جميل قوي. ما تقدرش تسمعنا شوية؟ وايش اسم الكريم؟ ايه وايه لازمة اسمي في الغنى؟ لاجل نخمر لك. تخمر لي؟ يعني زي ما بنقول احنا نرص الموال. اسمي عوف. عوف يا زين الاسم يا عوف. غني يا راجل، الاسم عوف يا راجل، والنوايا زين، والاصل طيب يا راجل، والنوايا زين. يا عوف يا عوف نصح
تحتك ويا مغلى النصيح غير وجه ربك ما تبصد في الرجا والخوف يا عوف نصحتك ويا مجلى النصيح يا عوف غير وجه ربك ما تبصد في الرجا والخوف ولا تولف على أهل الخيانة من يزرع السوق يجني فيها جراح وزارع الورد متع في أوان السوق يا رايح فين يا راجل؟ اوعى تفتن. لازم ادخل بنفس الارض. استنى شويه. قول هتضيع. مالي هينتهي. مالي هينتهي. يا سيدنا الله. ايه الضوضاء دي؟ يا سيدنا الله الحقني انا بشاك. ادخل. ترى ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي سيد طبوش العكر من الاعيان، ساكن في درب ولاد جعان. ايه حكايتك؟ خرجت السوق الصبح اشتري لوازم لاهل بيتي، وبعدين لقيت الجماعة البدو اللي بيبيعوا الجواهر الانتيكة ومعاهم عقد زبرجد وياقوت. اشتريته لبنتي ب200 مجيدي، خفت اشيله في جيبي ينسرق في زحمة السوق. حوشت على راجل لحم كتافه من بيتي وبيت ابويا. راجل كنت فاكره امين اسمه عوف الاصيل ولا فهش ريحة الاصل. وبعدين اختصر حوشت عليه، قلت له يا شعوف شيل العقد ده عندك لحد ما ارجع لك بعد ساعة. مسكه وقلبه في ايديه ولمعت عينيه ووشه بتعش، لكن انا ما خدتش في بالي. كمل. رجعت له بعد ما وديت لوازم البيت. السلام عليكم يا شعوف. عليكم السلام. اديني الامانة كثر بخيرك. امانة ايه يا خبر؟ طيب اخده العقد يا شعوف. عقد ايه؟ التجارة لعقلك حاجة؟ انا لقيته بيكلمني جد وعقلي شت من دماغي. كان في شهود 1000 واحد شاهدين يا فضيلة القاضي. اعمل معروف يا فضيلة القاضي، يا ريت العدل، يا رب الانصاف، يا سيف الحق، ردلي مالي، رجعني حقي. 200 مجيد يا عالم هيقدم وسطي. يا عقدي يا عقدي دخلوه عسل. دخلوه. اهم جابوه العسكر يا فضيلة القاضي. الله، معلم سيد. انت عوف الاصيل الحريري بسكة بين القصرين؟ ايوه يا فضيلة القاضي. انت اخدت من المعلم سيد العكر اخدت النهاردة عقد 35 حبة زبرجد و35 حبة ياقوت بحجم النبق الكبير على سبيل الامانة، ولما طالبك فيه انكرت حقه. انا اقولك ايه؟ اسمح لي يا فضيلة القاضي اكلم المعلم سيد كلمة سر بيني وبينه. لا فضيلة القاضي، انا لا عاوز اكلمه ولا حديته، خلي العدل ياخد مجراه. افتكر ضروري الكلمة دي يا عوف، يمكن تفيد يا فضيلة القاضي. لا مانع عنه. شوف هيقول لك ايه يا معلم سيد؟ سمعا وطاعة لامر فضيلتكم، بس هقبل ان لسانه يقع على لساني. قول يا سيدي.
طيب تعالى في الركن يا معلم سيد. انت عملت كده ليه؟ انت هتعاتبني ولا ايه؟ لا بس اعرف ايه سبب البهدله دي كلها. انا مش وعدتك اني هسلفك اللي انت عايزه؟ مش عايز. طيب وده جزات المعروف؟ وانت حد قال لك اعمل معروف؟ اصلي اللي خلاني اعمل كده. وانا قلة اصلي اللي خلاتني اعمل كده. عايز حاجة بقى؟ لا خلاص يا فضيلة القاضي، احكم باللي يرضيك. يعني اعترف وهو يقدر يقول حاجة فضيلة القاضي؟ شهود وادي الشهود والعقد اتواجد في درج دكانه، هيقول ايه؟ خد العقد بتاعك يا معلم سيد. حكمنا بجلد عوف الاصيل في الحريري بسكة بين القصرين 20 جلدة وتغريم 500 مديد عقوبة له على الخيانة وردعا لأمثاله. حاسب عندك يا راجل. ايه ده؟ مين ده؟ ده البدوي اللي باع لي العقد. هاتوه يا سيد القاضي يا سيد القاضي، السماح والعفو، احنا بدو مساكين غلبانين. ايه حكايتك؟ انا عارف ان في عوف جاي تاكيد، واحنا ما نريد نضيع صيتنا في الحضر. احنا اشراف حق الله. يشاكيكم ليه يا سيد القاضي؟ نحن بعنا له عدد في الصباح ب200 مدين، لكن حينما رجعت البوي وخبرته لطمني على وجهي. ليه؟ قال يا ويلك تفضحنا عند سيد السوق. وايه هي الفضيحة اللي خاف منها ابوك؟ يا سيد القاضي، نحن طريقنا في الصحاري والجبال مليان رصوص وقطاع طريق، وحمولنا غالية ونخاف عليها. لأجل هذا نصنع حمولة زايدة نوضعها في الحقايب والاكياس ونخفي الجوهر الحد في رحال الجمال. وايه الصلة بين هذا وموضوعنا؟ لكل شيء اصل يا سيد القاضي. حينما وصلنا الحضر وخرجنا الجواهر خلطت العقود بلا قصد وحق الله، بلا قصد وكتاب الله. يعني عايز تقول ان العقد اللي بعته العوف كان زائد؟ نعم يا سيد القاضي، هذا العقد من العقود الزايفة، وما دريت حقيقته الا حينما عدت البوي وفزعني. وبعدين جريت على السوق ندور على سي عوف، ما لقينا. قالوا راح يقاضينا، قالوا راح يقاضينا، قالوا راح مع الشرطة. قلت يا ويل، قلت يا عاري راح يقاضينا. وجبت معاك العقد الصحيح؟ يا سيد القاضي، هذا هو العقد الصحيح. يا سلام، سبحان مظهر الحق. الحمد لله. مالك وشك اصفر يا عكر وروحك هتطلع؟ اخذاك الله يا كاذب. تبت الى الله يا فضيلة القاضي. خدوه اجلدوه 50 جلدة ودوروا بيه في المدينة لاجل تعرف الناس حقيقة امره، ونصون للراجل الشريف عوف الاصيل اسمه وسمعته. انا فهمتك يا فضيلة القاضي. استنى يا فضيلة القاضي. خدوه. ما يخيب والمال زمانه جار، ولا يفوح الطيب الا في وسط النار. عمر القاتل ما
يخيب وإنما زمانه جار ولا يفوح الطيب إلا في وسط النار والسعي في المطلوب قل ربنا يهديه. اللي غامر بالجود الشردة والوردة لين خبر العود للصوت مع الوردة. اللي غامر بالجود الشردة والوردة لين خبر العود للصوت مع الوردة. خليك مع المعروف وانفذ عدوك بيه. يا ماء من بتقوم والظلمة واكتبها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها. يا ماء من بتقوم والظلمة واكتبها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها. كلمة تساوي قلوب في القلب لو ترضيه.